أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين فيما تبقى من مكتبة العراقية. أخي وسيدي الكريم، بما أنكم مؤسسة قرآنية، كان أول كتاب نحمله إياكم هدية عاطرة كتاب الله الأعز. شكرا جزيلا. يبقى هذا دستور إلهي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتمسكين به. حملنا أيضا كتاب الجوهر الكبير، 7 دواوين في مجموعة كاملة خاصة. جزاكم الله خير. والشعر الجواهر من شعراءنا العراقيين الكبار، وأيضا يستفاد منه بعض الأخوة من الموجودين في المؤسسة بالنسبة للشعر. هل لديكم شعراء خاصين ضمن المؤسسة القرآنية؟ نعم، موجودين رابط الشعراء وأيضا منشدين إسلاميين. لهم دورات خاصة للشعر أم نعم، على السليقة؟ يعني حسب المتوفر لدينا من بعض الشعراء، بعض البحور الشعرية يعني. لا تقبلون بالشعر الغزل وغيره، فقط في الشعر نعم القرآني؟ كتاب للإمام محمد أبو زهرة الكاتب المصري المعروف، التكافل الاجتماعي في الإسلام. شكرا لكم جزيلا. ونحن الآن في أمس الحاجة بالنسبة للوضع الحالي للتكافل الاجتماعي ما بيننا وبين الإخوة. كذلك كتاب كفاية المريد في علم التجويد لسماحة السيد علي الموسوي الجابري. أحسنت وجزاك الله خير. هذا من أهم الكتب بالنسبة خصوصا للمؤسسة القرآنية، لأن تعتني بأحكام التجويد القرآني. شكرا لكم جزيلا. أين تضعه؟ أضعه في خانة الكتب الإسلامية. هل هناك أساتذة مختصين في علم التجويد لديكم يقيمون هذه الدورات؟ نعم، يعني أكو أساتذة مختصين بهذا المجال، يعني يعتنون في الأحكام، أحكام التلاوة أيضا، لأن كما تعلم علوم القرآن واسعة، من ضمنها علم التحقيق ونسميه احنا علم السواد، وأيضا علم الأحكام، وأيضا علم الوقف الابتداء. والكتاب أعتقد أنه يخدمكم المتون العلمية للدورات الصيفية. هذا الكتاب مو خاص للمبتدئين وأنتم لديكم، ولا خاص بالدورات الخاصة؟ أحسن، جزاك الله خير. حقيقة هذا من الكتب يعني الفائدة أن نستفاد منها. دائما احنا عندنا دورات للمبتدئين خاصة هذا في منهج علمي، وخصوصا في دورات صيفية، يعني نستغل فترة العطلة للطلاب. لماذا لا يكون في الشتاء أيضا فيما بعد المساء مثلا، أو في الجمعة والسبت في أيام العطلة؟ يعني سوينا هاي المبادرة ولكن لم تنجح. ما السبب؟ السبب يعني ضيق الوقت لدى بعض الطلاب، وأيضا شدة برودة الجو مع تصاحب الأمطار. كتاب عن الديمقراطية للسيد حسن السيد عز الدين بحر العلوم، جدلية الثيوقراطية والديمقراطية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلها من المطبقات يعني في الوقت. لا يوجد لدينا تطبيق كامل للديمقراطية. لا يوجد لدينا. كتاب الزواج المنقطع بين المشروعية والأهداف لآية الله الدكتور شيخ نور حاتم الساعدي. جزاك الله خير. وحملنا أيضا كتاب قصة الحضارة قيصر والمسيح المجلد السادس. أحسنت وبارك الله بك. يعني من الواجب علينا أن نطلع على حضارتنا وحضارة الشعوب الأخرى. هل سيتكون هذه أي تضعه قبل كل شيء؟ أنا أضعه في خانة عامة؟ طبعا في الخانة. الحسين عليه السلام فلسفة الوجود. نعم، سلام الله على الإمام الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على نهجه، يعني أضاف في الإسلام. حملنا أيضا مجموعة كتب فقهية وإسلامية، بما أنكم مؤسسة قرآنية وسنقوم بالتعداد، وأعتقد ستكون له خانتان ليس خانة واحدة. فقهاء أهل البيت في عصر الخلافة الراشدة للدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي. جزاكم الله خير. نعم. يعني أضحى نعم. والكتاب أيضا الروابط الإنسانية في الأحاديث النبوية. جزاك الله خير. الدين والعلوم العقلية. أحسنت. وعلاقة علي بن أبي طالب بعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وكتاب آخر مهم للأستاذ إبراهيم النعمة في صحبة الخلفاء الراشدين. أحسنت وبارك الله عليك. وعلوم السنة، تيسير علوم السنة النبوية. ومباحث في الفكر الإسلامي والفكر المقاصدي. نعم، الفكر المقاصدي في جهود الشاطبي، طبعا الأستاذ الكبيسي. وكتاب الدر الثمين عن سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أحسن. حملنا أيضا كتاب أنت والإنترنت، جل ما تحتاجه من الشبكة العالمية للأستاذ خالد العبيدي. جزاك الله خير. الحقيقة يعني احنا في وقت نحتاج الإنترنت، خصوصا في دراستنا يعني عبر المؤسسة، يصير عندنا تخاطب مع الآخرين،
وأيضا بعض التسجيلات، يعني استيراد بعض التسجيلات يعني وأيضا إرسال بعض التسجيلات. يمكن أن تكون هناك دروس خاصة في الإنترنت نعم. حول تعليم القرآن الكريم نعم. وطريقة الحفظ، ممكن أن تقدمونه لتلاميذكم يعني؟ نعم، عندنا جروب خاص يعني بالفيسبوك، عندنا يعني ملتقى أحباب القرآن يعتني بالدروس القرآنية، خصوصا مسألة القراءات العشرة وأيضا مسألة النغم. فقط العراقيين أم خارج العراقيين؟ نعم. هناك تفاعل معكم؟ نعم، يعني بلغ المشتركين أكثر من 320 مشترك. جيد. الكتب العلمية أعتقد في الخانة الأخيرة. ولأنكم تتعاملون أيضا مع المبتدئين والأطفال، فيمكن أن يستفيد الأساتذة لديكم مجالات علم النفس، سيكولوجية الطفل غير الاعتياديين. أحسنت، لأن الأطفال يعني يحتاج لهم رعاية خاصة. جزاكم الله. وكتاب فلسفي ربما لا يثير اهتمام الكثير، لكن هناك نخبة المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت. أحسن، جزاك الله خير. العلوم الفلسفية يعني من العلوم المهمة، خصوصا في الوقت الحالي يعني بالتطور. المجتمع العراقي في سنوات الانتداب البريطاني، كتاب تاريخي للأستاذ ستار العبودي. أحسنت، يعني المجتمع العراقي خصوصا في هذا الوقت يعني يحتاج إلى دراسة ووعي تام، وأيضا الدكتور علي الوردي أغنى في هذا المجال. نعم، كتبه واضح في هذا المجال. ولدينا مفاتيح النجاح السبعة، كيف تحقق نجاحك؟ ونعتقد أن الأخوة جميعا في المؤسسة القرآنية وغير المؤسسة القرآنية يسعون إلى ذلك الموضوع. نعم، يسعون إلى النجاح، وإن شاء الله يعني تكون من مطبقات هذه المفاتيح. بالنسبة يعني نجعلها مع الكتب في الخانة الأعلى، الكتب الإسلامية. لا أعتقد فيكم العامة. نعم. كيف تقاوم القلق كراس وهو على حياتك؟ يعني هي من الأمراض الشائعة حاليا يعني، والقلق بداية يعني يعتبر بداية للفشل. ربما يقال أنه القلق المشروع دائما يوصل للنجاح، يعني مقولة، ولكنه في الأغلب يعني. والشعر شعران في العراق، الشعر الشعبي للأستاذ كاظم إسماعيل القاطع. نعم. وكتاب لديوان البريسم للأستاذ عبد الحسين البريسم شعر فصحى. نعم، من الشعراء يعني الكبار الأستاذ إسماعيل القاطع، مع الكتب الشعرية والأدبية. وكذلك حملنا للدكتور علي محمد سلام الأدب العربي في الأندلس لمن يهوى المواضيع الأندلسية. أحسن، جزاك الله خير، وضعه في خانة الكتب. أخي الكريم، انتهى وقت البرنامج ويبقى سؤال: ما هو الكتاب الذي ستحمله من بيتك لتضيفه هدية إلى نواة مكتبة العراقية؟ سوف أحمل كتاب تسهيل القراءات العشر وضعه في هذه المكتبة المباركة، وهذا الكتاب يعتني بالقراءات العشر حسب الروايات القراء العشر. سيكون مكملا إلى علم التجويد. نعم، إلى علم التجويد في المكتبة. أخي الكريم، شكرا لك لقبول هذه الاستضافة. شكرا لك وشكرا للأخوة جميعا وللقناة العراقية. الحقيقة القناة العراقية من القنوات السباقة في هذا المجال، حيث تبحث عن النواة في المجتمع، وأيضا إثارها إلى المجتمع العراقي بالخصوص وإلى العالم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في عملكم ويوفق الأخوة جميعا. وهذا هو هدف العراقية في إيصال الفكر والثقافة والمعرفة إلى كل مكان. شكرا لكم سادة الأكارم. انتهت هجرتنا المكتبية. نأمل أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامجكم مكتبة العراقية. إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى الملتقى.